لكي تصل إلى رؤية الله تعالى يوم القيامة وهي أجمل نظرة في حياتك، عليك أولا أن تمسح ذنوبك، وقد أعطاك الله 10 فرص لتحقيق ذلك، 3 فرص في الحياة الدنيا، و3 فرص في حياة القبر، و3 فرص في الحياة الآخرة. هذه 9 فرص، بقيت الفرصة الأخيرة وهي التي سنختم بها البرنامج إن شاء الله. في الحياة الدنيا الفرصة الأولى التوبة، الفرصة الثانية المصائب، الفرصة الثالثة الحسنات يذهبن السيئات. في حياة القبر البرزخ الفرصة الأولى صلاة الجنازة، الفرصة الثانية الحسنات الجارية، الفرصة الثالثة شدة القبر. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، قد يشدد الله تعالى على العبد في قبره لكي يخفف عنه يوم القيامة، ونحن لا نريد أن نصل إلى مرحلة نحتاج إلى أن يصيبنا شيء من هذه الشدة في القبر. من باب الوقاية خير من العلاج. يوجد شيئان يتسببان في ثلثي عذاب القبر، إذا تخلصت منهما فقد تخلصت من أغلب عذاب القبر بإذن الله تعالى. الشيء الأول هو الغيبة، وليست المشكلة أن